بسكوت الشوكولاتة من البسكوتات اللي ما يختلفش عليها اتنين، بالذات الوصفة دي، لان بجد الوصفة دي وصفتي والخاصة بيا. لو لفيت اليوتيوب كله مش هتلاقي حد عملها. اتمنى تجربوها وهتعجبكم، طعمها غني ومميز جدا ولذيذة. وطبعا زي ما كل متعودين في كل فيديوهاتنا، مكوناتها متوفرة في كل بيت وسهلة وبسيطة. ببيضة واحدة هتعملي كمية ممتازة وحلوة جدا. وصفة لذيذة جدا، زي ما قلتلكوا الوصفة دي بتاعتي خاصة بيا، لو لفيتوا اليوتيوب كله مش هتلاقي حد عملها. بسكوت الشوكولاتة ده مميز جدا، طعمه غني غني جدا جدا. فأتمنى تجربوها، لو جربتوها هتدمنوها بجد ومش هتبطلوا تعملوها. لو عجبتكوا الوصفة كملوا الفيديو للآخر. ولو كنتي مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس واعملي لايك لو عجبك الفيديو. يلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. أول حاجة محتاجة 450 جرام من الدقيق. الدقيق اهم حاجة يكون دقيق مفهوش عرق، زي دقيق الكحك والبسكوت كده. كمان معايا 50 جرام من الكاكاو الخام الأسباني اللي يكون غامق معايا ويكون نوعيته نظيفة. معايا كمان 100 جرام من الزيت. معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. معايا بيضة وفانيليا. معايا كمان 150 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. 150 جرام من السكر البودر. 50 جرام من النشا. مقادير مظبوطة جدا جدا، وهتطلع لكم النتيجة ممتازة. ورشة ملح بس كده في الآخر. تعالوا يلا نشوف الطريقة هنعملها ازاي. حطيت رشة الملح على الدقيق، وكل المكونات جاهزة معايا كلها في درجة حرارة الغرفة. أول حاجة كده هجيب بولة، هحط فيها الزبدة زي ما اتفقنا تكون بدرجة حرارة الغرفة، تكون طرية. وهبدأ كده انزلها كده في البولة، وهبدأ ان انا اضربها كويس جدا بالشكل ده. وزي ما اتفقنا كل المقادير هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. هضربها كويس جدا بالمضرب الكهربائي، بحيث ان هي تفك معايا ويفتح لونها بالشكل ده. شايفين الزبدة بتطرى معايا لانها بدرجة حرارة الغرفة طرية معايا. بتبدأ اللون بتاعها يفتح، بتبقى عاملة زي الكريمة بالظبط بالشكل ده. اول ما اوصل للقوام دوت، هبدأ انزل عليها بالزيت، واقلب كده الزيت الاول كده قبل ما اشغل عشان ما ينطرش في وشي. وبعد كده هبدا ان انا اشغلها واشغل المضرب واضربها كويس جدا، بحيث ان الزيت يتجانس مع الزبده ويبقوا خليط كريمي واحد. وهتشوفوا شكله في الاخر. شايفين كده قوامه كريمي ازاي، ابيض فاتح هش جدا. هنزل عليه بقى كده بالسكر البودر. يفضل يكون منخول، ويكون يعني بودر، بحيث ان هو ما يخرش معايا او ينشف معايا البسكوت في الاخر. اتاكد ان هو مطحون كويس جدا. اضربهم كده كويس جدا مع بعض، بحيث ان اتاكد ان السكر داب، القوام مفتحي جدا زي ما انتوا شايفين كده. بالترتيب كده الخطوات بتاعتنا بتتحط، واهم حاجه القوام يكون معايا كريمي. الخليط هش فاتح بيتضاعف حجمه. انزل بعد كده بالبيضه، وانزل عليها كمان بالفانيليا، وابدا ان انا اضربهم برضو كويس جدا، بحيث ان كل حاجه تختفي معايا. اول ما بوصل للقوام دوت، واحس ان القوام كله فتح والمكونات تمزجت مع بعض، هنزل عليه بالكاكاو الخام الغير محلى. ضروري يكون نوعية الكاكاو هنا ممتازة علشان يدينا الطعم في الآخر غني كده ولذيذ. انا حطيت الكاكاو وبعدين النشا. ليه حطيتهم الاول؟ بحيث ان انا دول مكونين اساسيين، ممكن الدقيق بعد كده يختلف معايا، ما احطش كل المقدار، اسيب معلقه او معلقتين. فعشان كده ما قلبتهمش مع المكونات الجافه، ولكن حطيتهم لوحديهم في الاول كبدايه، علشان ما اخسرهمش، لان هم حاجه اساسيه من المكونات. حطيت برضو بعد كده البيكنج باودر، وببدأ بعد كده انزل بالدقيق تدريجيا، بحيث ان ممكن العجينة تختلف معايا على حسب نوع الدقيق، على حسب حجم البيضة. ده كله بتبقى عوامل بتأثر معايا ان ما تاخدش كمية الدقيق كلها. طبعا هي المقادير مظبوطة وهتاخدها كده معايا كلها بالظبط، ولكن انا بعمل كده علشانكم، علشان لو دي مثلا اللي انتوا استعملتوه ما مش هتحتاجوا فيه، البيضة استعملتوها صغيرة، فبالتالي ان انتوا محتاجين ان انتوا تظبطوا القوام العجينة وتوصلوا للقوام المناسب. انا بقيت احط التدريج دي بالتدريج لحد ما وصلت للقوام بالشكل ده. قوام طري، واول ما باخد كورة بكورها مش بتشقق معايا. لو كانت بتتشقق يبقى انت كده زودتي الدقيق ومحتاجة تحط شوية. هتعالجيه ازاي؟ حط شوية من الزبدة او الزيت، بس تكون طرية. لو هتحطي زبدة تكون طرية، او حطي زيت واعجنيها كده مع بعض، وهتبقى معاكي زي الفل.
ولكن المقادير مظبوطة زي ما قلت لكم، حطوا دي تدريجيا هتطلع معاكم زي الفل. قوامها اهم حاجة يكون طري بالشكل ده مش مشققة، وببدأ بعد كده اشتغل فيها على طول، بكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا عندي هنا البصام هعمله تقدري بقى تعملي اي شكل. انا اخترت النهارده البصامه، مميز جدا وعلى طول بعمله بالشكل دوت، وبيطلع شكله ممتاز في الاخر، والرسمه ما بتروحش، وهتشوفوها بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. باكوّر كده الكورة بتاعتي يعني حوالي 50 جرام كده، يعني الحجم اللي أنتِ حاباه، عايزاها كبيرة، صغيّرة، باكوّرها كده بالشكل ده، وحطيت عملتها بالبصّامة، وبعد كده بتدخل الفرن على درجة حرارة 190، بتاخد حوالي من 10 ل12 دقيقة، مش أكتر من كده. يعني هو بسكوت صغيّر بيستوي على طول، بيطلع معانا كده مقرمش من برّه، وفي نفس الوقت دايب جدًا وطعمه تحفة جدًا من جوّه. باسيبه كده بعد ده شكله بعد ما خلص أو طلع من الفرن، بابدأ بقى كده إن أنا أسيبه كده يهدى في الصاج براحته خالص، وبعد كده نبدأ نشوف التزيين هنعمل فيه إيه. ده كده شكله بعد ما بِرِد بالشكل ده. عايزة أقول لكم شايفين النقشة ما راحتش ولا اختفت ولا ساحت ولا فرش ولا أي حاجة من الكلام اللي إحنا بنسمعه دوّة. الوصفة دي زي ما قُلت لكم وصفتي ومميزة وحلوة جدًا، 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 ودي يعني مشهورة بيها، والبسكوت ده هيعجبكم جدًا، جدًا. هابدأ بقى كده البسكوت بعد ما بِرِد أهم حاجة يبرد، باكون مجهزة شوكولاتة بيضا سايحة، شوكولاتة بيضا عادي مسيحاها على بخار مَيّة أو في الميكروويف. بتسيحيها كده تحطي عليها شوية بس، يعني 100 جرام من الشوكولاتة البيضا، باحط عليهم معلقة كبيرة من الزيت وباقلبهم مع بعض، وبابدأ إن أنا أشكِّل بيه البسكوت بتاعي، وعلى الوش كده قبل ما الشوكولاتة تنشف باحط يا إما مكسرات يا إما sprinkle اللي هو الألوان، يعني حاجة كده بتدّي شكل ولون كده مختلف مع البسكوت، بيبقى طعمه مميز ولذيذ وحلو جدًا، جدًا. شايفين بقى شكله؟ أنا طبعًا حطيته في التلاجة علشان الشوكولاتة تمسك نفسها وتشد، وبعد كده بابدأ إن أنا أقدّمه، وبيبقى بالشكل والجمال اللي أنتم شايفينه ده. بسكوت سهل، سريع، ناجح، أهم حاجة ناجح جدًا، جدًا، وطعمه مميز وغني جدًا، جدًا. أتمنى إن شاء الله بسكوت الشوكولاتة يكون عجبكم، زي ما قُلت لكم كده طعمه غني ولذيذ، وكمان بيدوب جدًا، بيدوب جدًا من جوّه، ويعني فيه القرمشة البسيطة بتاعة البسكوت دي. أتمنى تجربوا وصفتي للبسكوت بالشوكولاتة، متأكدة، متأكدة جدًا، جدًا إن هو هيعجبكم. جربوه، لو عجبكم اكتبوا لي في التعليقات طعمه عمل معاكم إزاي، وطعمه حلو والّا لأ، وأنا واثقة إن شاء الله إن هو هيعجبكم. أتمنى إن شاء الله إن هو يعجبكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة. باي باي.